وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى
صدق الله العظيم. أنا بس ليه رجاء عند الأمهات اللي يعني جابت أطفالها رفقا بهؤلاء الأطفال عشان خاطر سيدنا النبي. يعني بعد إذنكم الأطفال الصغيرة بس في الخلفية علشان خاطر الصوت هنا هيبقى قاسي على الطفل، فمش هينفع. عشان خاطر يا أمي أجي أنا أشيلهولك والله العظيم وألفلك بيه لحد ما يسكت، عشان خاطري عشان خاطري بعد إذنك. لا 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 تفضل أهلك. ربنا يرحمكم مني ومن تقديمتي لحد ما شرفنا عم خالد، طبعا هو اللي هيقدم الحفل. تحية كبيرة ليه. مساء الخير على حضراتكم جميعا. طبعا انا متفاجئ ان انا ما كنتش محضر ان انا اقدم حبيبي الشيخ محمود التهامي، ولكن الكلمات تتداعى. احنا في ليلة جميلة جدا، ليلة قرآنية، ليلة في حب القرآن وفي حب الرسول سيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وعشان نبدأ الليلة دي وتحل البركة على كل الموجودين نصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يسعدني ان انا اقدم لحضراتكم صوت ذهبي ومدرسة جديدة في الانشاد. وانا مش عاوز اقول انشاد بس، لان الشيخ محمود التهامي يعني عاوز اقول فنان متنوع، وده الاشمل ان احنا نقول عليه، لانه اخذ من التراث وجدد وبيواكب العالمية، وهو خير سفير لينا في كل البلاد اللي بيزورها. وهو طبعا من نسل جميل جدا سيدنا الشيخ ياسين التهامي، مدرسة كبيرة جدا في الإنشاد. ولكن بنقول إن الأرض المصرية ولادة، وخرج عندنا الشيخ محمود التهامي. ودايما بنقول إن الفن المصري الأصيل والإنشاد والابتهالات هي جزء من القوى الناعمة المصرية. فلنستمتع جميعا بهذه الليلة المباركة في حضرة الشيخ محمود التهامي. شكرا. يا دكتور شكرا على التقديمة الحلوة دي. تعال اتفضل اتفضل حضرتك. مولانا الشيخ طه، مولانا سيدنا الشيخ طه، والله مقامك حيث هو أقامك. مولانا الشيخ طه انت مكانك على راسنا يا مولانا، اتفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. واليوم نلتقي ونحن نحتفي ونحتفل بتخريج 3 دفعات من مدرسة الإنشاد الديني، الدفعة 13 والدفعة 14 والدفعة 15. وال3 دفعات عرفانا منا بفضل مشايخنا وأولي الفضل علينا من مشايخنا الأفاضل القراء ومشايخنا ومشايخنا في الابتهالات والأناشيد. فاحنا
النهارده بنطلق او في دفعات الانشاد على العام، دائما كل دفعه بنتشرف ان نطلق عليها اسم شيخ من مشايخنا الافاضل. فاحنا النهارده بنحتفي بدفعه الشيخ نصر الدين طبار. تحيه كبيره. والدفعه الرابعه عشر دفعه سيدنا كامل يوسف البهتيمي. والدفعة الأخيرة دفعة سيدي مولانا الشيخ محمد الفيومي. ودائما مصر ولادة، وكما قيل القرآن الكريم نزل بمكة ودون بالشام واسطنبول وقرئ بمصر. وفيما يخص الأصوات والإنشاد والابتهالات والتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى فمن عهد الفراعنة، والمصري القديم ينشد ويبتهل ويتضرع. النهارده نزف إلى الإنشاد وإلى الابتهال وإلى الروح المصرية. نزف 100 منشد ومنشدة وطفل في الإنشاد الديني. أدعوكم معي لترحبوا بشبابنا اللي أنا بشكرهم كل أسبوع كانوا بيجوا من بلاد بعيدة، من أول اسكندرية لحد اسكندرية كده لحد أسوان، معرفش الاتجاهات فين، ومن جنوب سيناء والوادي والعريش. ولينا عظيم الشرف كمدرسة مصرية إن احنا نتخرج من خلال المدرسة منشدين من أحبابنا في دول عربية ودول أوروبية. رحبوا معي بأحباب سيدنا النبي ومدحين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبك لو صح أن لديك الهوى والهوى وأنت جميل
شكلهم يفرح صح؟ أنا بس عاوز أرسل رسالة، أنه في الوقت الذي تتضافر الثقافات الدخيلة على طمس وهدم الهوية والثقافة المصرية، احنا ربنا كرمنا. كل الشكر وكل التحية لأولياء الأمور اللي اختاروا لأولادهم اللي يواجهوا هذه الثقافات معنا بالروحانيات والصلاة على النبي. وكل التحية لهؤلاء الشباب والفتيات والأطفال، إنهم اختاروا طريق الله ورسوله، اختاروا الروحانيات، اختاروا يحملوا تراثهم وثقافتهم وحضارتهم. كل التحية والشكر ليهم، تحية ليهم كبيرة. وأنا بقول لهم يعني انتم اتخرجتوا النهارده عشان تبدأوا، ربنا يوفقكم طريق كبير وقوي لحماية هذه الهوية العربية والثقافة المصرية. واعلموا أن الله اصطفاكم لمدح مصطفاه، فطوبى لكم وطوبى لنا بكم. طبعا يعني أنا عايز تحية وشكر للقائمين على قصر الأمير طاز هنا، الإدارة الجميلة وبرعاية كريمة من صندوق التنمية الثقافية ومن وزارة الثقافة. وبالمناسبة معالي الوزيرة يعني كان نفسها تحضر معانا، وكان المفروض ان هي حاضرة، ولكن الاعتبارات عندها طبعا النهارده في المنيا مع سيادة الرئيس فاعتذرت. وعاوز تحية من الناس اللي ربنا كرمني بيهم في المدرسة، تحية كبيرة لسيدي مولانا وشيخنا فضيلة مولانا الشيخ رفعت الهلالي، فضيلة مولانا وشيخي سوليست دار الأوبرا المصرية مولانا النجم طه حسين طبعا، وحبيبنا طبعا اللي يعني تشرفنا بيه في الدفعات الأخيرة دكتور عثمان فهمي. طبعا يعني بنقل تحية لكل من كان معنا في هذه المدرسة وما زال معنا بقلبه وروحه. أخونا الأستاذ مصطفى النجدي تحية كبيرة ليه طبعا. الدكتور العجيبي برضه. ومن قسم الإدارة حتى يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، معانا محمد جمعة اللي مطلع عيني. طبعا يعني معانا نجم النجوم كيمو احمد العربي يا اخوانا. التحيه دي رشوه على فكره مش من القلب والله. وانا في تحيه خاصه مني انا، تحيه مني انا لاداره مكتبي الشخصي الاستاذ احمد خلف فين. ميدو الحفله الجايه يا حي مش وعايز تحية كبيرة جدا جدا جدا، يعني أكبر تحية للقائمين هنا في القصر، يعني سيادنا اللي بييجوا الصبح بدري يوصلونا الكراسي ويلموا الدنيا وأم آية وأحبابها فين. تحية كبيرة يا جماعة. والأمن
الامن، انا عايز تحيه كبيره للامن لانه بارك الله فيه. يعني بيحافظوا على اولادهم، ما فيش اي حد بيدخل ولا يطلع، الحفاظ على اولادنا ونسق المكان. وكل التحيه والشكر ليكم، ونبدا الحفله. انا عايز ترحبوا معايا بالفرقه الموسيقيه. الأطفال اللي وراي ظاهرين كلهم ولا في حد مش ظاهر؟ ظاهرين؟ ده النجوم بتوعنا، يعني احنا جايين النهارده خدمتهم اصلا.
برضه في نويز يا ناصر، في نويز.
هستأذن بس حبايبي اللي كاتمين السماعة، معلش يعني احنا مش عاملين المجهود ده كله عشان خاطر تيجي حضرتك تكتم لي السماعة. معلش انا مش عاوز حد يبقى مش هشتغل والناس واقفة، معلش معلش اتفضل حضرتك. معلش مش عايز حد في المنطقة دي، الله يخليك ده مكان عمل. معلش يا حبايبي اتفضلوا 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 كلكم. يا بابا مش هشتغل. يا حبيبي مش هشتغل والله. معلش الناس لازم تسمع، انتوا وقفتكم دياتي مش عارفين نسمع نفسنا ولا الناس تسمع. طب إدارة القصر ممكن تساعدنا شوية؟ تعال اتفضل الحاج عبير. تعال اتفضل، رحبوا معايا يا جماعة بالحاج عبير عصام. احنا دايما بنقول حاجات كتير كده، بنقول ايه الاب الروحي. فاحنا بالنسبه للمنشدين يعني الام الروحي الحاج عبير عصام شرفتنا النهارده.
وأجهل من زمان وأقرب من مدام من لا أراه يسمعني وأجهل من زمان وأقرب من مدام من لا أراه أبيه بحبه وأذوب شوقا وما في القلب محبوبا
تعالوا بنا حتى نكون كما كنتم فما عهدنا خنتم ولا عهدنا كنا. نسيت الكلام. المهم انت حسيت شوية. يا جماعه يعني الحركه الكتير ديت الكاميرات اللي ورا مش هتاخد كلمه مننا اي شطات كده. يا جماعه ولا المصطفى
وطني وطني يفديك مدى عمري، وطني يفديك ويفديك صغاري. لن أهدأ بالا يا بلدي، لن أهنأ ويهنأ جاري. فمصر هنا هنا منذ القدم، أرض الأجداد والأحرار. وطني أفديك مدى عمري يا وطني، أفديك ويفديك صغاري. لن أهدأ بالي يا بلدي، لن أهدأ ويهدأ جاري. وطني أفديك مدى عمري يا وطني، أفديك ويفديك صغاري. لن أهدأ بالي يا بلدي، لن أهدأ ويهدأ جاري. ومصر هنا 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 منذ القدم، أرض الأجداد والأحرار. مصر هنا 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 منذ القدم، أرض الأجداد والأحرار. مصر هنا هنا منذ القدم، أرض الأجداد
ومحمد أوصى لنا بفخار. طيب العيال عاوزين يقولوا أكاد من فرط الجمال يا شعبي ولا جاي للبنزين غيري ولا جاي. بس المرتبات زادت يا احمد، زود في الحفلات 20%. لا الفرق يا احمد ماليش دعوه امبارح يا حبيبي في غرفات
أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا سندنا يوم نلقى صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين ذو المعجزات على المدى
من سن النادي كل سنة وانتم طيبين. تحية كبيرة لشباب الإنشاد والخريجين. تحية كبيرة للفرقة الموسيقية بارك الله فيها. ويعيننا ربنا على التكريمات. نبدأ بقى في تكريمهم وربنا يتقبل منا ومنكم. وياخدوا شهادتهم ويحلوا عني. أنا دماغي بقت كده.